واحدة ست غلبانة عجوزة كانت لا تروح ولا تيجي، قالت له لو تجيب لي حتة خشبة من الصليب من هناك. قال لها حاضر. راح الراجل ده في اليونان، الراجل نسي، وهو راجع في السكة راكبين بوت كده، مركب بتوع زمان، افتكر الست قالت له، قال طب اعمل لها ايه؟ مسك حتة من المركب، من خشب المركب، وكسرها وحطها في حاجة وروح. قالت له رحت وجيت بالسلامة؟ قال لها اه. جبت لي؟ قال لها ايه. خدتها. المعاصرين للست ديت واللي حواليها من جيران والقرايب يحكوا ان الخشبة دي صنعت ايات بلا عدد. دي حتة خشبة من مركب. قال لا. في تاريخ الكنيسة في القرن الثامن الميلادي القديس أنبا دانيال أسقف شهيد، ولا قس شهيد، قمص شهيد، كان مشهور الراجل ده انه ابو الاباء في البرية وقديس كبير جدا. في دير للراهبات اتحوطوا بيه شوية حرامية وقال ندخل نسرق الدير ناخد اللي فيه من العدد، من الأواني، من الحاجات، من المخزنين والراهبات دول. واستنوا الشلة ديت ورئيس العصابة على باب الدير، قربوا كده لغاية لما الدنيا ضلمت وخبطوا، ورئيس الحرامية ده لبس شكل الرهبان وخبط. قالت له البوابة مين؟ قال لها أنا الحقير دانيال. فرحوا بقى، أمس البرية كلها جاي يزورهم، والدنيا قامت والراهبات جم يجروا، وحسب العادة دخلوهم، الدنيا ضلمة مش شايفين، جابوا مية يغسلوا رجليه، ورهبة مصابة في عينيها خدت من الرجلين غسيل الرجلين ده بتاع الحرامي ده، وقالت بركة أبويا دانيال فتحت عينيها. عشان كده بقول الإيمان مش يتشرح، ما يتشرحش في حاجات بازلنج، يعني تقعد تقول إيه ده. دي قوة خفية غريبة الشأن، إيمان التعلق بالمسيح بمواعيده، والثقة إنه يكون. المسيح المجد قال لو كان في إيمان كان الواحد ينقل الجبل. فعلا عملوها. مش ممكن يقيم الموتى، فعلا عملوا كده. لما صلوا مش نالوا المواعيد بالإيمان؟ طبعا بالإيمان. مش سقطت أسوار أريحة؟ قالوا هي دي حاجة تتصدق ان الناس يلفوا حوالين أسوار عالية جدا منيعة جدا، مجرد اللف ويعملوا بالبوق تتهد؟ وده حد يصدقه؟ مش بالإيمان أطفأوا قوة النار فعلا. عشان كده بقول إيه، هو أنا عايش ده ولا مش عايشه؟ يعني نسمع عن الإيمان، نسمع عن قصص الإيمان واللي عملوا آيات بالإيمان. طب وأنا مش عايش ده ولا إيه؟ ما لازم أعيشه. لازم أعيش هذا الإيمان الحقيقي بالمسيح الحقيقي. هو القصص المكتوبة دي ولا الآيات دي مكتوبة كده؟ قال كتبت لأجلنا نحن الذين انتهت إلينا